من كبائر الذنوب التي لا تكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا غيرها من الأعمال الصالحة، بل تبقى على الموازنة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في تعريفها: ذكرك أخاك بما يكره، يشمل ما يكرهه من عيب خلقي وعيب خلقي، ولهذا سميت غيبة لأنها في غيبة الإنسان. فاعلم أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، وأن من تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. وأن نعلم أن كل كلمة تكون غيبة لشخص فإنما هي نقص من حسناتنا وزيادة في حسنات هذا الذي ظلم. فإن كان قد علم بهذه الغيبة فلا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإن لم يكن علم فلا تذهب إليه واستغفر له وتحدث بمحاسنه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، فإن الحسنات يذهبن السيئات.